ازيكم عاملين ايه؟ يوم كلكم بخير. عايزه اوريكم الميك اب اللي انا اشتريته في السيل بتاع رنفه. والناس اول مره تشوفني انا عليا بيوتي بلوجر، بعمل فيديوهات على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، فعايز تنضمي لشلتنا بليز اعملي لايك صفحه الفيسبوك وسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب ولايك للفيديو ده كمان، ويلا بينا نبتدي. طيب هو مبدئيا الموضوع ابتدى ازاي؟ الموضوع ابتدى ان انا لقيت بوست نازل امبارح على صفحه رنفه كاتبين فيه ان هم عاملين سيل كبير وعلى معظم الايتمز وسعرها نفس السعر بتاعها في امريكا او يعني ازيد مثلا 50-60 جنيه. فانا ما فهمتش، بس اول ما صدقت بصراحه فكلمت رامي از ا فريند اوف ماين وهو فاوندر بتاع رنفه. فكلمت رامي قلت له ايه يا رامي الدنيا، وفهمني ايه السبب السيل ده او ايه السيل على ايه وكده. فالمهم قال لي هو جزء من الماركتنج بلان بتاعته ان هو قرر ان هو يعمل سيل على حاجات كتير قوي في المحل لمده 4 ايام بس، ان هو يبيعهم بنفس السعر بتاع امريكا او ازيد حاجه عبيطه. فانا ما فهمتش يعني الموضوع ماشي ازاي. فقلت له يعني طب انا عايزه اعرف يعني هو انت كده يعني بتكسب ايه في الموضوع ده كده او الجو ده. فهو قال لي ان هو كان جايب الحاجات دي قبل ما سعر الدولار يزيد بشهر، فبالنسبه له كده كده كان جايبها بسعر قليل، فلما يعملها بنفس السعر بتاع امريكا دلوقتي بالنسبه له فاين برضه هيبقى ستيل بيحقق بروفيت. فانا فهمت بقى القصه يعني. فطبعا انا اول ما صدقت الحقيقه ونزلت النهارده اشتريت الحاجات دي. في حاجات منهم انا كانت اوريدي عندي وخلصت او يعني عايزه اجيب تاني بدلها، وفي حاجات انا بصراحه اول مره اجربها. فانا اقول لكم كل حاجه واقول لكم السعر بتاعها بحيث ان انتوا لو بتدوروا على حاجه منهم او كده تبقوا عارفين كل الاسعار. اول حاجه انا كنت عايزه اشتريها اللي هو البيوتي بلندر. انا بصراحه كانت عندي البيوتي بلندر اللي هي لونها بيج، بس انا بصراحه يعني انا عايزه اعترف لكم بحاجه ان انا سيئه جدا في التعامل مع فرش الميك اب والسفنجات والحاجات دي. فانا بتاعتي ابتدت تتقطع فعلا، فانا كنت عايزه كده كده اجيب واحده جديده، وكمان اللون ده ما كانش عندي. البيوتي بلندر دي انا شارياها، هقول لكم بالظبط لان انا يعني ذاكرتي ضعيفه جدا في الاسعار. فانا هقول لكم بالظبط كانت بكام. انا كنت جايباها ب 390. تاني حاجة جبتها اللي هو الجيل لاينر بتاع انجلت، من احلى الجيل لاينرز اللي ممكن تجربيها في حياتك بجد. يعني الميك اب ارتست الكبار والناس اللي هي فاهمه في الميك اب بتبقى عارفه كويس قوي اللي انا بتكلم عليه، لان الجيل لاينر بتاع انجلت من الجيل لاينرز اللي سوادهم فاحم قوي وتقيل قوي. يمكن الحاجه الوحيده اللي مشهوره بيها انجلت الجيل لاينرز دي، هم طبعا بيعملوا حاجات كتير بس يمكن اكتر حاجه شهرهم هي الجيل لاينر بتاعهم. انا بصراحه كان عندي واحد يعني قررت ان انا اجيب ده تاني. انا كنت جايباه بالظبط ب 390. هو سعره على السايت تقريبا حوالي $15 او $16. فلما جيت حسبتها لقيته تمام، يعني بالنسبه لي مش غالي قوي عن السايت، ازيد 50-70 جنيه تقريبا. بعد كده هو الكونسيلر بتاع ايج ريوايند بتاع مايبلين. الناس اللي عارفه في الميك اب هتبقى عارفه ان هو جه عليه فتره كان ترندنج جدا ومشهور جدا، هو لسه ستيل مشهور بس ناس كتير قوي جربوه. انا بصراحه ما جربتوش لان انا بصراحه بحب استخدم كونسيلرز اكتر بتاعت الهاي اند والحاجات دي. انا عامه مش بحب استخدم دارك ستور كتير لان انا عندي حاجات كتير هاي اند ما فتحتهاش لسه. بس انا قررت ان انا اجيبه لانه كان مشهور قوي وناس كتير شكرت فيه، وكمان بنات كتير طلبوا مني على الانبوكس ان هم عايزين كونسيلر يكون رخيص يتناسب مع البادجت بتاعتهم. فانا قلت خلاص اجرب ده. الدرجه بتاعته 150، قلت اجربه بس انا لسه مفتحتوش فهجربه واقول لكم. انا بصراحه كنت جايباه هقول لكم كان بكام بالظبط كان 245، فكان سعره لطيف يعني. طب حاجه تانية كمان الرموش بتاعت لوك ايفر. بص انا يعني اول مره اجرب الرموش بتاعت لوك ايفر، بس جربت الليكويد ليبستيك بتاعهم. في درجه كده دايما بحطها الناس بتسالني عنها والله العظيم، كل يعني كذا حد يقول لي الدرجه دي حلوه، دي براند ايه ودرجتها ايه او كده. فانا قررت ان انا اجرب الرموش بتاعتهم. لما شفتها حسيت ان هي شبه ما بين هودا بيوتي وما بين البيت شيري. كمان من ضمن الحاجات اللي بتعجبني في الرموش ان هي اللاين بتاعها يبقى خفيف عشان ما يبقاش تقيل على العينين. فانا قلت يعني ما اجرب الشيب ده. انا اختار يعني هزوم لكم في الكاميرا شكله عامل ازاي. الرموش دي انا اشتريتها ب 180. بعد كده فرشه الفاونديشن بتاعت سيجما، انا اقول لكم قصتها. انا بصراحه كنت بقالي فتره بدور على فرشه للفاونديشن. انا مش بصراحه
بصراحه راضيه قوي عن الفرشه اللي انا كنت بستخدمها للفاونديشن، وكنت شفت كتير ميك اب ارتست كبار بيستخدموها، اللي هي الكابوكي. هي مشهوره ان اسمها كابوكي، ان هي مبططه كده بتعملي بيها يعني بتفردي بيها الفاونديشن، وناس كتير قوي شكروا فيها. بلس ان هي كانت واخده البيست سيلينج على سيجما والور نفسهم ادوا الفرشه دي ريتنج عالي. فانا كان فعلا بقالي فتره كبيره جدا بدور عليها وكده. لما لقيتها عند رانفا لقيتها بيبيعوها ب 450، فلقيتها حلوه جدا، يعني يمكن نفس كمان سعر السايت او اقل. فانا بصراحه يعني استغربت اشمعنى الايتم ده نفس سعر السايت او اقل. فكلمت رامي، فرامي قال لي علشان احنا عاليه اوثرايزد ديستريبيوتور لسيجما، يعني فيما معناه تقريبا ان هم وكيل سيجما في مصر او حاجه كده. وفعلا لما دخلت على السايت بتاع سيجما وعملت فايند ديستريبيوتور واخترت افريقيا واخترت يعني مصر، فلقيت ان هو فعلا كاتبين رانفا ان هم من الديستريبيوتورز وكده. حاجه تانية قلت اجربها برضو، دي اول مره اجربها، اللي هو ريفلون لاين كده، هو ليبستيك مات. انا بصراحه ما كنتش اعرف ان ريفلون عندهم اصلا لاين للمات، لان انا زي ما قلت لكم قبل كده مش بدوس كتير قوي في حاجات الدارك ستور يعني. بس عجبني فيه ان الدرجه بتاعته اللي هي دي اللي انا حطاها على فكره، عجبني فيه ان هو درجته ما بين الاورنج وما بين الاحمر، اللي هو ان بتوين. اوقات بيبقى فيه درجات من الاحمر ما ينفعش تخرجي بيها، لكن الدرجه دي لقيتها حلوه وتفاين وكده، وفي نفس الوقت لقيتها دارك ستور يعتبر، يعني ريفلون دي دارك ستور. ده انا كنت جايباه كنت جايباه 180. يعني سبب ان انا اشتريته ان هو مط، وفي نفس الوقت اللون ده ما كانش عندي، بس هو ككواليتي هو اقل بكتير من ماك، بس هو شغال مط يعني. في حاجه تانية برضه اشتريت ماك. ماك هما كانوا عاملين سيل على ماك ب 390. هوريكوا الدرجه بتاعته. الدرجه دي ما كانتش عندي، اللي هي الدرجه دي. بصوا انا عايزه اقول لكم على حاجه، في ناس كتير بالنسبه لها 390 في ليبستيك ده رقم كبير، وفي ناس تقول انا ليه ادفع كده. بس بصوا انا عايزه اقول لكم على حاجه، هو ماك اصلا دلوقتي سعره بقى ب 600 جنيه، بقى غالي قوي. بلس انه كده انتوا عارفين الكواليتي بتاعت ماك بتبقى مختلفه او كده. فانا عندي انه بدل ما انت تشتري مثلا 3 روج او 4 روج مثلا، بس ما تبقيش انت راضيه عن لونهم او الكواليتي بتاعتهم، انا شايفه انك تجيبي درجه واحده بس من ماك، تكون الدرجه دي تستخدميها على طول تخرجي بيها، تكون الدرجه اللي هي درجات اللي انت متعوده عليها وتستخدميها. انا في واحده صاحبتي جايبه درجه من ماك اللي هي نفس درجه البوق بالظبط، فممكن تجيبي واحد بس وتقدري تستخدميه على طول 6 شهور 7 شهور تستخدميه على طول، بس بدل ما تجيبي 3 أو 4 ليبستيكس مثلا هاتي واحد. فانا بالنسبه لي ان هو سعره على السايت ب 17 دولار، فلو حسبتيه هتلاقيها فعلا سعره ب 390 في الاخر او ازيد، حاجه عبيطه يعني. فبالنسبه لي كان حلو جدا. اخر حاجه كان ماك برضو، بس ماك اللي هو ريترو مات. انا بصراحه كنت جايبه منه درجه كده لونها احمر، كنت عملت بيه توتوريال قبل كده، حلو قوي، عجبني فيه ان هو بيجمنت قوي ومط. ده هو ده كان غالي شويه برضو، اغلى شويه. هو اقول لكم كان بكام؟ ب 450 بس. فهي دي الحاجات اللي انا اشتريتها في السيل بتاع رانفا، ويا رب اكون افدتكم والحاجات دي. هو السيل لسه نازل امبارح تقريبا، هو 4 ايام، فالنهارده تاني يوم، باقي بكره وبعده، فيا رب تلحقوا يعني، لانه يعني لو ما اشتريتيش بالاسعار دي دلوقتي بعد كده صعب انك تشتري بالاسعار دي، لان الحاجات بتغلى. فاشوفكم على خير ان شاء الله. باي باي.